لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامج مع يوسف الحج. نحكي لكم من قبل على مع يوسف نسخة الحج. نحكيو هذه تغطية خاصة استثنائية. احنا نعرفوا تويك اللي احنا في العشر الأوائل من ذي الحجة التي تأتي فيه جميع الحسنات وكل شيء. طبعا الهدف من هذا البرنامج أن نعمل تغطية نتحدث فيها يعني القناة MBC8 نتحدث فيها على مناسك الحج على كل شيء. في التغطية دي باش نحكيو على برشا حاجات. الإعلان نتاع التغطية مازلنا ما عملناش التغطية نتاع يوم عرفة. باش نبداو نحكيو بشوي بشوي. تويك احنا تويك مع يوسف نسخة الحج. ان شاء الله باش نحكيو على كل ما يخص الحج. كما قلنا احنا تويك داخلين على يوم عرفة ان شاء الله اللي هو يعني في سنة 1447 للهجرة. ان شاء الله بالنسبة لتخطيط قناة MBC8 يوم التروية اللي هو يوم الاثنين الموافق ل 8 من ذي الحجة. هذا باش تكون تغطية ليلية. مانيش باش نعملو عليها اعلان اما ديريكت، يعني باش نعملو بث مباشر، يعني نعملو فيه شوية برامج و نعملو فيه يعني بخلاف لحظة برك الولاد نعملو شوية برامج يعني اللي عديناهم في برنامج كملك خالد وبقية يعني الحاجات الجدد الاخرين. حابين نقول لكم اللي في يوم التروية ان شاء الله باش نقول لكم حكاية 30 دقيقة نصف ساعة فقط من مشعر ميناء، يعني بث مباشر في تلبية الحج في مشعر ميناء. هذا بالنسبة ليوم التروية. نمشيو اليوم عرفة، يوم عرفة وهذا نعملوه كل عام راهو يعني مش حاجة جديدة. يوم عرفة ان شاء الله يوم كامل بث مباشر متواصل يوم كامل. هذا زاد كنا نعملو فيها قبل والسنة كيف السنة احسن جودة واحسن كل شيء. تو تشوفوا البث احسن ان شاء الله. ان شاء الله غدوة زاد عنا تغطية اخرى يعني بالنسبة مع يوسف نسخة الحج. غدوة في حصتين في العام، اليوم وغدوة، اليوم الجمعة وغدوة السبت. كما قلت لكم هذيك هي باش نعملو في التغطية الخاصة نتاعنا نتاع يوم عرفة يوم كامل تلبية الحج. ننقل لكم صور من مشاعر مختلفة يعني مختلفة. مثلا يعني من نمشيو الباساج من مشعر عرفات الى مزدلفة وذاك الكل. هذا هو بالنسبة تويكا للتغطية العامة تاع قناة MBC8. خلينا تويكا باش نحكيو مازلنا في دومين الحج، مازلنا في الحج باش نحكيو تويكا ساعة البرمجة تاع قناة MBC8 الأخرى. عندنا سنة 2024 عملنا نسخة يوميات يوسف الحج. يوميات يوسف الحج مسلسل هذا فيلم قصير يا ربي، فيلم متكون من يعني مشاهد الحج، يعني عبارة يومية يوسف نسخة الحج. هذيا سنة 2024 كل عام نعاودو نعرضوه. الأكثرية غدوة باش نحكيو على مناسك الحج وكل شيء. المؤمن في العشر الأيام هذه العشر أيام ذي المباركة على الآخر. وأحسن أيام في الدنيا الكل هو يوم عرفة. يوم عرفة أحسن نهار فيهم الكل، يعني لذا العبادة ثم العبادة ثم العبادة. اللي عنده حاجة باش يدعيها دعاء يدعي يوم عرفة هو أحسن نهار للدعاء.
وال10 الأيام هذوما راهم هدية من عند ربي اللي يخلينا نقربوا له ونمسحوا الذنوب متاعنا، ونتقربوا له أكثر ونتقربوا له بالصلاة وكل شيء. باهي. آم، حجاج بيت الله الحرام كما نعرفوا لمن استطاع إليه سبيلا هو من أركان الإسلام، وكل عام يعني نحكيو عليه. باهي. و شو نقولوا زاد انه الحج حجاج بيت الله الحرام بداو يمشيو يعني من نهارات هذوما بداو سيقصدوا في ربي للسعودية، واللي يعني مش بداو يعملوا في الحج وكل شيء. تغطية نعرف قصيرة، أما غدوة يعني غدوة إن شاء الله منهارين مع يوسف نسخة الحج. غدا السبت إن شاء الله باش نشوفوا البرومو ونكملوا نحكيو أكثر على الحج باش نتعمقوا فيه بالكدا، خاطر الغدوة أطول برشا. هذه عبارة كبريزونتاسيون يعني تعريف على الحكاية كل، يعني على مع يوسف الحج باش كل عام تعرفوا كيفاش. يعني طريقة يعني عملت لكم الحلقة هذه قصيرة على الآخر باش نوريكم كيفاش البرمجة هذه الحلقة باش توريكم كيفاش يعني البرمجة نتاع قناة MBC8 المدة الجاية. تويكا في الحلقة الجاية باش نعطيكم البرومو نتاع إعلان يوم عرفة، وباش نحكيو زاد على مناسك الحج وكل شيء تابع الحج. إن شاء الله تكون عجبتكم التغطية الخاصة بمناسبة الحج في مع يوسف الحج على قناتكم MBC8 مباشرة وحصريا. إلى اللقاء. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك الله